يستقبل فريق النادي المكناسي. تقريبا جمهور يمكن نقدروه في واحد 15 20 الف متفرج حاضره لمتابعه هذا حل ويضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي. تمريره ممتازه يوسف الفحلي القادمون من الخلف. ضربه راسيه تمكنتش لحارس رضا بوناكا ان تكون لك رده فعل. وهدف اول لفائده فريق الجيش الملكي. فرحه كبيره للجماهير وكذلك اللاعب يوسف فحلي وللمدرب الكسندر ميغيل دو سانتوس. نتابع فرحه جماهير فريق الجيش الملكي. يعني تمريره كانت ممتازه. نتابعوا من جديد حمزه خابا دائما الفرصه. حمزه خابا يضع كره في الشباك وهدف ثاني في الانفاس الاخيره من الشوط الاول. فريق الجيش الملكي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الانفاس الاخيره من الوقت بدل الضائع. يعني استثمار فرصه واستثمار هذه المحاوله. حمزه خابا تمكن من الوصول للكره كيسدد كيوضع الكره في شباك الحارس رضا بوناكا. 2-0 لفائده فريق الجيش الملكي. حمزه خابا تابعوا بالجديد هذه الفرصه. لاحظوا خالد عتوان خان دخول داخل مستطيل العمليات. حمزه خابا وصل الكره تمكن من التسديد يضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده باشا على المستوى اليمنى. يوسف الفحلي فرصه ومحاوله لبحث عن اضافه هدف ثالث. هدف ثالث والحكم المساعد رفع الرايه. هدف ثالث لفائده فريق الجيش الملكي خالد عتوان خان.